النهاردة هنعمل مع بعض أحلى فطيرة دجاج بالجلاش بخطوات سهلة وبسيطة جدا. حاجة كده خطيرة دايبة جدا، ينفع تعملوها بقى في الغدا، ينفع تعملوها في العشاء. لو حابين تعرفوا الطريقة بالتفصيل كملوا معايا الفيديو للآخر، ويا ريت ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. أول حاجة بقى هجيب الصينية بتاعتي على النار، هنزل بقى بمعلقة سمنة وشوية زيت، هسيبهم يسخنوا كده مع بعض كويس، وبعدين هنزل عليهم بالفراخ. أنا هنا استخدمت نص كيلو من صدور الفراخ، هقلبهم مع بعض بس كده شويه لحد ما لونهم يغير. هنزل بقى عليهم بمعلقتين صغيرين من الملح، معلقه صغيره من الفلفل، معلقه صغيره من بهارات الفراخ، ومعلقه صغيره من البابريكا. هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. هنزل بقى عليهم ببصلتين متقطعين جوليان، هقلبهم بقى مع بعض كده كويس جدا لحد بس ما البصل يدبل معايا حاجه بسيطه. وبعدين هنزل عليهم بفلفل الوان، هقلبهم بقى مع بعض. اهم حاجه بس وانا بقلب فيها كده اخلي النار تكون هاديه جدا. هنزل بقى عليها بمعلقتين من صوص الباربيكيو، وهقلبها بقى كويس. مش عايزه اقول لكم بقى على ريحه تجنن. هسيبها بقى على نار هاديه خالص لحد ما تستوي معايا، وبعدين هطفي عليها. كده خلاص تكون استوت معايا. يلا بقى نبدا نعمل صوص التشريبه مع بعض. انا عندي هنا معلقه كبيره من القشطه، نص كوبايه من اللبن، نص كوبايه من السمنه، علبه زبادي. هبدا بقى انزل اول حاجه باللبن، وبعدين السمنه هنا انا فككتها على النار شويه علشان بس وانا بفردها على الجلاش تكون سايبه معايا كده، ما تكونش متجمده. هنزل عليهم بالزبادي، وبعدين معلقه صغيره من البيكنج باودر. هقلبهم بقى مع بعض كويس. وبكده خلاص تكون جهزت معايا. جبت هنا بقى لفة من الجلاش حوالي 500 جرام. هعمل لفة الجلاش دي على صينيتين من نفس الصينية اللي انا هشتغل بيها معاكم دي. اول حاجة جبت الصينية، حطيت فيها الاول سمنة، دهنتها بالسمنة كويس جدا. وبعدين هنزل بقى اول حاجة بورقة من الجلاش، هخلي نصها في الصينية والنص التاني بره زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هدهنها بقى بالصوص بتاع التشريبة اللي احنا عملناه مع بعض، وبعدين احط الورقة التانية وادهن برضو. هبدأ بقى اتنيها. انا هنا بس بوريكم ازاي انا هعملها للاخر بنفس الطريقة دي. هرجع بقى تاني احط كده ورقة من الجلاش، وعليها برضو صوص من التشريبة. اهم حاجة الصوص دوت انزل بيه كده بكمية حلوة، ما بين كل ورقة وورقة احط صوص تشريبة كويس جدا. هفضل بقى اعمل كده لحد ما اخلص الكمية بتاعتي كلها. صوص التشريبة اهم حاجة بحط منه كمية كويسة جدا، لان هو دوت في الاخر اللي بيخليها طرية جدا. هنزل بقى عليها بنص كمية من الفراخ اللي انا عملتها ووزعتها بالشكل ده. هبدأ بقى اجيب طبقة من الجلاش واتنيها بالشكل ده، وادهنها برضو صوص تشريبة، واحط برضو من الناحية التانية ما بين كل طبقة وطبقة برضو لازم احط صوص من الصوص بتاع التشريبة اللي احنا عملناه. تمام. هفضل اعمل بقى كده لحد ما اخلص برضو الكمية بتاعتي خلاص كلها. كده خلاص تكون خلصت معايا. هدهنها برضو بصوص من التشريبة كويس جدا على الوش ومن الجناب زي ما انتوا شايفين كده. هقطعها بقى بالشكل ده، وبعدين هنزل بقى عليها بجبنة موتزاريلا كويس. عايزين نحط كمية كده حلوة. هنزل بقى عليها بفلفل الوان، وبعدين هضغط عليها بس ضغطة خفيفة كده. هنزل بقى عليها بالزيتون، اوزع بقى الزيتون كويس كده في الصينية كلها. طبعا انا عملت نفس الصينية دي بالظبط، عملت واحدة كمان بس انا ما صورتهاش بقى معاكم، عملتها بعد ما خلصت تصوير. كده خلاص تكون خلصت معايا. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180 على السلكة تكون في النص. اول ما القعر بتاعها يحمر معايا يا دوب هولع عليها الشواية تاخد لون خفيف خالص، وبعدين هطفي عليها. هي بتاخد معانا في الفرن كده حوالي نص ساعة. يلا بقى كده نقطعها مع بعض. مش عايزة اقول لكم هي طرية ازاي. الصوص اللي هو التشريبة اللي احنا كنا بنحطه مع بعض ده مخليها خطيرة، طعمها يجنن. جربوها بقى ان شاء الله تعجبكم.
شايفين وانا بشيلها طرية ازاي؟ ما تنسوش بقى تقولولي رأيكم في الكومنتات وتصلوا على النبي.